محمد، يبدو أن الشارع المصري يضغط بقوة اليوم على البورصة في ظل التراجعات الحادة التي نشهدها هناك اليوم. ما هي قراءتك لهذه التراجعات وإصرار إدارة السوق، إدارة البورصة، على عدم إغلاق التداولات اليوم في ظل هذه الأجواء المشحونة هناك في الشارع المصري؟ طيب، خلينا الأول نتفق أن حيثما يوجد الاستقرار يوجد الاستثمار. بدون استقرار الشارع وبدون وجود الاستقرار الحقيقي في الشارع المصري أصبح من الشوارع الملتهبة حاليا بعد الإعلان الدستوري الأخير. انقسم البلد أو انقسم رأي الشارع ما بين مؤيد ومعارض، فالأمر الذي يؤدي طبعا إلى الفزع في عملية البيع. قرار رئيس البورصة بعدم إغلاق التداولات هو يعني أنا أسميه هو قرار حكيم إلى حد كبير. القصة كلها مش في كده، القصة في توقيت إعلان القرار. إزاي يعني؟ من ناحية إن أنا أعلن قبل التداولات بيوم إن أنا مش هوقف التداول، ده معناه إن أنا بدي إنديكيتور سيء للمتعاملين في البورصة، إن هم بحفزهم أكتر للبيع أو بصير حالة من الفزع عندهم. طيب، بالنسبة للتحركات والمستويات الحالية، تراجع اي جي اكس 100 ب 5%، اي جي اكس 30 ب 6%. باعتقادك هل يعني ذلك، او هل تتوقع ان تستمر التداولات على ما هي عليه ام انها ستتوجه نحو الايقاف؟ بالنسبة للمؤشر الرئيسي في البورصة المصرية، أعتقد أن مستوى 550 5200 هيكون إلى حد ما سيوقف الهبوط الحاد، وسنشهد ارتداد ولو على قدر النهاية ارتدادة بيعية في النص الثاني من جلسة التداول لحين ظهور أنباء جيدة أو احتواء الموقف في التحرير. لا، أنا قصدت التراجعات التي تمضي فيها السوق في هذه اللحظات هي مرشحة ربما لأن تتراجع بشكل أكبر، وطبعا هناك قوانين طبعا بشأن تحرك اي جي اكس أو تحركات المؤشرات الرئيسية. في حال تجاوزها نسبة محددة سيتم إيقاف التداول أو وقف التداول لفترة معينة. هل تعتقد أن هذا السيناريو قد نشهده اليوم؟ إن شاء الله أعتقد أن احنا نشهده للأسف. التجاوز المؤشرات لنسبة 5% بيؤدي لإيقاف السوق لمدة نص ساعة. نعم، أعتقد أن احنا مؤهلين جدا أن احنا ويبدو أن ذلك ما يحصل، لأن أنا كنت أريد فقط أن أتأكد، لأن اي جي اكس 100 هو الذي يتراجع ب 5% حاليا، ويبدو أن وأعتقد أنه هو المعني بهذا القرار، أليس كذلك؟ تمام يا فندم. وبالتالي لأن السوق لاحظت أنها لم تتغير، الأرقام لم تتغير، وبالتالي السوق تظل على تراجعاتها في انتظار نصف ساعة، ومن ثم يعاد التداول بعد ذلك في السوق. لكن إذا عدنا للملفات السياسية أو الملف السياسي، يبدو أنه كان ضربة موجعة لموجة من التفاؤل التي ظهرت في الفترة الأخيرة نتيجة مجموعة من القرارات، آخرها ما يتعلق بقرض مصر، قرض الاي ام اف. فإلى أي مدى يمكن الحديث هنا عن العودة إلى نقطة الصفر؟ بالنسبة لموضوع القرض، هو الحقيقة السوق المصري استوعب على مدار ال3 شهور اللي فاتوا الأخبار الخاصة بالقرض، فأصبح أي خبر جديد عن القرض، سواء وقعنا القرض أو الاتحاد الأوروبي، يعني على حد معلوماتي أنه هو أصبح يلوح نظرا لسخونة والتهاب الشارع المصري بعدم السماح بالقرض لمصر. إلا إن يعني أنا شايف في تصريحات تانية إن هو القرض مستمر. أيا كان تأثير القرض دلوقتي على السوق المصري أصبح محدود إلى حد كبير، لأن السوق استوعبه في خلال فترة المباحثات اللي استمرت أكتر من 3 شهور. فأي جديد في القرض ما أعتقدش إن هو هيكون بمثابة طوق النجاة حاليا، إلا إذا الشارع المصري نفسه هدي. بدون هدوء النواحي السياسية وبدون هدوء الشارع المصري اللي أصبح منقسم قسمين، ما بين مؤيد وما بين معارض، والاثنين بينزلوا الشارع، واحتمالات الاحتكاكات ما بينهم أصبحت واردة جدا، وخاصة بعد تصاعد الحدة وتصاعد النبرة إن في مليونيات يوم الثلاث اللي جاي. فأصبح تأثير أي أخبار أخرى بخلاف الشارع السياسي
وبخلاف رأي المواطن العادي اللي في الشارع حاليا كويس ملوش أي تأثير على السوق المصري. إذا السيد محمد، بما أن السوق قد أوقفت فيها التداولات وجمدت لنصف ساعة، هذا يجعلنا نتساءل كذلك عن أبرز الأسهم التي قد تكون لها تأثير أو ستتأثر بشكل أكبر بفعل هذا الوضع السياسي المحتدم هناك في مصر. هو ما من شك ان السوق المصري ككل سوف يتاثر سلبا بالانشقاقات اللي حاصله في الشارع المصري. في الوقت الحالي اعتقد ان القيادات هي اللي متاثره بشكل كبير، بالاضافه طبعا للاسهم الخاصه باسهم بمؤشر EGX 70 وEGX 100، لان هم ما بيحتلوش سيوله عاليه وما فيش مقومات تدعم الشركات دي، فاعتقد ان هو دول اللي هيكونوا اكبر تاثيرا. نعم كذلك السياسيه الدائره. نعم، بالنسبه لهذه التراجعات التي كانت متوقعه، الدكتور محمد عمران رئيس البورصه المصريه كان اكد ان البورصه لن تتخذ اي اجراءات احترازيه في ظل الظروف الراهنه، هل تعتقد ان هذا القرار حكيم وفي محله؟ القرار إلى حد كبير حكيم وفي محله، إلا أن زي ما أوضحت لحضرتك في أول الحلقة أن التوقيت إعلان مثل هذا الإعلان لا يتماشى مع حالة التهدئة اللي المفروض أن احنا كنا نعملها للمستثمرين المصريين، لأن هم جايين من الأجازة الجمعة والسبت متحفزين للبيع بأي صورة من الصور. فكان المفروض ان احنا نستنى او من يعني ده وجهة نظر الشخصية ان احنا ما نطلعش التصريح ده دلوقتي، والا انا ضمنيا بحفز الشارع المصري او المستثمر المصري للبيع بزيادة وسط حالة من الهلع او البنك. على الرغم من لماذا سألتك سيد محمد؟ لأن هناك أشخاص من داخل السوق كانوا يتوقعون حصول مثل هذه التراجعات الحادة. هناك من وصف الإعلان الدستوري والقرارات التي تبعته كذلك فيما بعد، وصف انعكاساتها بالحرف الواحد بالخراب المستعجل نظرا لمخاوف المستثمرين بشأن انعكاسات ذلك على أداء السوق وبالتالي استثماراتهم في البورصة. ألا تعتقد أن الوضع استثنائي جدا ويستدعي إجراءات استثنائية في المقابل لحماية مدخرات واستثمارات الأفراد؟ هو طبعا الوضع زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو يعني الإعلان الدستوري بالنسبة للبورصة هو خراب مستعجل. الإجراءات الاحترازية للأسف بتزيد من حدة الفزع عند المستثمر المصري، وبتذكرنا بأيام الثورة الأولى ما بعد يوم 27 يناير 2010. فدخلنا ساعتها في بلبلة طويلة جدا وتوقف السوق المصري لمدة 3 شهور تقريبا. في النهاية رجع السوق حر. المفروض وجهة نظر الشخصية مؤيدة إلى حد كبير للدكتور محمد عمران إن هو يسيب التداول حر. السوق هيمتص الصدمة قد تمتد لأيام، وربنا يسهل يعدي يوم الثلاث اللي جاي على خير، وهيرتد تاني، لأن في الآخر في مقولة شهيرة بتقول إن الأسعار الجيدة هي المحفز الرئيسي للسوق وليس أي تأثيرات أخرى. نعم سيد محمد.